منها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. على كلمة أولياء وقف لازم. زين. لازم تقف، إذا مشيت الآية غلط يصير عندك خطأ. فيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم. زين. أنت اللي ذكر السيد القاضي، إما أن تكون شريكا مع الصهاينة في ذبح المسلمين والعرب، أو تكون بالخندق الثاني. ماكو شيء اسمه ماكو حياد. لا ماكو حياد يعني أبدا ماكو حياد. وقبل أن نبدأ بكل قضية هذه لازم أعتبرها الجناب كمقدمة. في هذه الحرب أو هذا الصراع إذا بدنا نسميه حضرت ثلاثة عوامل. العامل الأول العامل العنصري، والعامل الثاني عامل طائفي بغيض، والعامل الثالث عامل الحكم والسياسة والسيطرة والاستحواذ. احنا جربنا لمرات متعددة. أنا أقرأ الصفحة البيضاء حتى لا نبخس الناس أشياءهم. يعني أنا اليوم ذكرت لجنابك لما أشوف مفتي ليبيا وهو مالكي المذهب ومتعصب أصلا، هو يعني متعصب ضد الطوائف الأخرى يعني، لكنه نطق بكلمتين هما الحق اللي هن قال لا تقولوا هذا الحرب بين إيران وبين إسرائيل. الحرب الآن بين الكفر والإسلام. تمام. يعني أنت هذا ممتاز. لا بس حتى أعرف نظرك بها هاي. يعني أنت الآن تعتقد نفس الاعتقاد اللي يعتقده هذا الشيخ المالكي، الحرب الآن هي بين الكفر والإسلام. وإلا ما جيت على هذا المنبر وأتكلم. يعني أنا مو شغلتي أجي أدافع عن إيران بعنوان إيران، لكن إيران شاء الله وقدر أن تكون ممثلة عن كل الأمة الإسلامية، 1.5 مليار وأكثر، كلهم نيام. أقصى ما عندهم هذا الدعاء، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من أيديهم سالمين. هذول طبعا الخانعين. تمام.